رغم الفيديوهات الناس اللي شايفاها الليلة عن الجيش وانتصارات القوات المسلحة المشرفة والمدعومة من الشارع السوداني والاحتفالات المبهجة حقيقة والاطمئنان، يعني إشارات الأمان. ال الناس بتميز الأبنص بتاع التاتشر حق الجيش من تاتشر الدعم السريع. هو أنت بتفتكر الناس دي بتطلع في توقيت واحد الشارع كيف؟ مش حاجة عجيبة؟ بتلقى الجيش ماشي، هو الجيش بيضرب صفار بيقول انا جيش، ما ماشيين في الشارع. ناس بيعرفون كيف، بيعرفون كيف جيش وبيعرفون كيف تاتشيرات بتاع الدعم السريع. السنسر شنو بتميز كيف انت في احساس بتاع امان. بالمناسبه الشواطين دي لما نيجوا انت براك بتجيك غمه، بتعرف الصوت مع انه تاتشر واحد كله 18 كله 17 2017. فبتلقى الفيديو زي المصور وبتلقى الناس كلها في الشارع تكلموا منه، مع انها جايه ماشيه. لو شفتها في كوبر شفت سبحان الله شيء عجيب، برغم انها كلها تاتشر واحد ونفس الجلاله ولا كده، احيانا بيجوا ساكتين لكن البيوت بتفتح وبيسهروا الناس بيشعروا بامان وجود القوات المسلحه. الامان ده انا دار انقل لك صوره من الشارع، يعني من جوله في الخرطوم، من ام درمان والخرطوم بحري كلها. الوضع العام اول حاجه الدعم السريع حرق السودان تماما. انت لو قاعد في الخرطوم ما عارف الحاصل في الشارع بتاع المطار بصراحة، يعني الناس ما عارف، ما بتقدر تصل. واذا طلعت بتكون طلعة واحدة بتاعت انه انا مارق برا الخرطوم، فما بتكون يعني فاهم الحاصل. يعني تمشي شارع سفري بتفتش شارع غرب ام درمان البيورة ضنقلة مدني، يعني ما بتكون. الدعم السريع حرق الخرطوم تماما. الدعم السريع ما بفتش في البرهان ولا القوات المسلحة، يعني بوجود الشهود. قوات الدعم السريع المرتكزة في الأحياء وداخل البيوت وداخل العمارات بتستخدم مضادات الطيران بتكسر بيه البيوت ذاتها. يعني الجيش إذا هو حجم التخريب الموجود ده، الجيش كان اقتحم الخرطوم دي فضاها في 5 دقائق. العملية بتاعت إنه يا أخي والله بيحصل طيران والطيران ده أثره. لاحظ فيديوهات الدعم السريع كلها بتطلع من حتة واحدة. الجوكر ده ما كنت أقدر أفكه لأنه عارفهم حيمشوا يتصرفوا يعني، بس في النهاية هو جوكر الحاضر حاضر. يعني الناس ديل الدعم السريع بيصور نفسه في، بيطلع من صورة واحدة بتاعت الدعم السريع، صفحة واحدة اسمها قوات الدعم السريع، حسي عاملة 1,000,000 وشوية متابع، ليلة عملنا 500,000 ما قصرته. بتطلع الفيديوهات من جهة واحدة، ما فيها تصوير عفوي. يعني حسي انت ما بتقدر تقول الجيش والله يا اخي فيديوهاته مصنوعة، الجيش ما صور حاجة. يعني الجيش نادر جدا يكون صور حاجة في القيادة العامة، في سلاح الإشارة 3 4 5 فيديوهات. لكن كمية الفيديوهات المصورة الآن أنت ما بتقدر تشكك فيها. يعني ما تمشي تقول والله يا أخي الليلة الجيش يتعرض لهزائم. الصحفي المجنون ده هو ما صحفي، ده مخابرات شغال بيزرع في فتنة. فقال يا أخي الجيش اتهزم في بحري، مش احتفل في الحمادات. طيب افترض انه مش احتفل في الحمدان، اتهزم في بحري. الحمدان دي فيها كان دعم سريع الوقت داك؟ لا. طيب ما الناس طلعوا له في الشارع ورقصوا؟ اي بس الدعم السريع قاعد يطلعوا يرقصوا معاه، ما بتوقفون في الحيطه وبتكون ورا الكاميرا ماسكين كلاشات، ما في تفاعل. والزول اللي بيتكلم ممثل ومؤدي واضح. احنا عارفين الكلام ده، احنا عارفين الكلام ده، واحنا مرينا بالمرحله دي. قال له فان عادوا فعد. قال له يا رسول الله سببتك عذبوني، قال له فان عادوا فعد. لكن سيدنا بلال ما عمله، ثبات شديد. أحد أحد ما اشتغل به، وعشان كده طلع بأقدامه الشريفة فوق الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، قال له بما سبقتنا يا بلال. سمعت خشاشة نعلك في الجنة بما سبقتنا يا بلال، بغض النظر عن أي شيء سيدنا بلال في الجنة، بشره خلاص انتهى الموضوع. ديل احنا عارفين انهم وقفتون هنا يا اخي. سبوا مش البرهان ده انتوا عساكر سبوه اصلا، ما في اتنين قدام الكاميرا عادي، الموضوع ده عادي جدا. احنا برهان ده بنسبه قدام الكاميرا وورا الكاميرا وفي وشه لو لقيناه. اصلا الموضوع ده ما تركزوا معاه. ولقيتوا ناس في الشارع يقولوا الدعم السريع ده، اقول لكم قولوا ما في اتنين تلاته. هو ده محتل بيتك وارضك وعرضك ومسيطر عليك. وعمليه انهاء الدعم السريع هي ما عمليه بتاعت
حرب بتاعت مواجهة فيها طرف حيفر وفيها طرف حيستغير. لا 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 لا، دي ما حرب الحاجة دي. السيناريو ده غلط، السيناريو ده غلط. الحرب مع الدعم السريع حرب بقاء وفناء. يا احنا يا الدعم السريع في الكوكب، ما في افريقيا ولا في السودان. دي حرب فناء وبقاء. الدعم السريع في الجولة اللي حتعملها في الخرطوم حتكتشف انه من كل 9 عساكر دعم سريع، كل 10 في 9 اجانب. اللي بيلاقوك في الارتكاز ديل اللي بيتكلموا لغة البلد. الباقيين اللي بتشوفهم في البيوت التعامل، الناس عارفة في صنفين من الدعم السريع، وهم كلهم أجلاف متربيين على القتل، شاربين دم. شاربين دم دي ما صيغة سيء، هو فاهم أنا بقول في شنو. فهم شاربين دم فعلا. التعامل اللي بيشوفوه والقسوة اللي بيشوفوها، التخريب اللي في السودان اللي بيحصل الآن ده كويس، ده بتاع زول جاي يخرب. يا قاعد هو ما حيقعد، هو عارف الكلام ده في الكوكب، هو فاهم انه ما حيقعد في السودان، حيسلموا ليزول. داك حيجينا بالقوانين بتاعت الفصل السابع، وحيجينا بقانون اعمار السودان، الذهب مقامل للغذاء. ديل هم قاعدين. حسي حمدوك ساكت راجي مستغرب الخطه دي فاشله ليه؟ فاشله في صف صامد يا زول. ما فصل السابع ده يا معلم، ده عندها يا بيبي والله. والحريه والتغيير قاعدين مخندقين في جزء مخندق عشان يصور ويوثق. في ناس ماسكين الدرونات حقتهم، طيران الدرون. يا اخواننا فكوا الدرون، امنوا لاخوانكم في الحله الشوارع، عشان في اسره طالعه ما في زول فيهم دار يفك درون. لكن لو كان موكب مشي مكتب حمدوك كان فكوا 26,000 درون. سما ده كله كان طيارات بتاع التصوير. مرهجين منتظرين، والناس حتتقتل في بعض لا ما حيحصل الكلام ده. مشروعكم ضرب في الحيطه يا بيبي. ولذلك الشعب السوداني مميز الحمد لله. فانت بتشوف انه اللي بتلاقيهم ديل 10 عساكر بتاع دعم سريع، 9 منهم اجانب، واحد بس سوداني. ده اللي بيجيك في الارتكاز، بيجيك لو مشيت بيتك بيستقبلك، لو مشيت جنب البغاله. هم طبعا شايلين قروش، حسب القوق جنب الجزاره بيوزعوا قروش للناس. يا زول حلال، شيلوا ما عندكم مشكله، شيلوا طوالي ما عندكم اي مشكله. والظريفه انهم بيشيلوا منهم القروش وما بقول لهم شكرا. والله يا اخي الشعب السوداني معلم. بتشوفوا حجم التخريب ده، ما حجم بتاع التخريب زول جاي يحارب. ديل قاعدين بيكونوا ما عندهم موضوع. الكلام ده موثق ومثبت يا اخوان. لكن من الليله احنا دايرين نثبت جرائم الدعم السريع، ما عشان نجيب الامم المتحده. ركز هناك انت القاعد ده، قاعد قوم على حيلك. احنا ما دايرين نوثق الجرائم بتاعت الدعم السريع عشان حنشكيو. لا لا، احنا حنحاكمه هنا في السودان. ما في جنائيه في الموضوع. حمدتي انت ما عندك جنائيه، وما حنحاكم شخصك انت، ما في. انت انتهيت. شخصيه اعلاميه اختفت 3 يوم، بالنسبه لنا متة خلاص. انت بالنسبه لنا متة. حتى ظهور اخوك عبد الرحيم الليله ما اي رساله بالنسبه لنا. احنا قلنا انتوا ما قايدين الحاجه دي، والان طلعت من سيطرتكم واطاركم. الموضوع ده اكبر من الحاجه اللي بتعملوا فيه. ده موضوع تاني. حتى ظهورك الليله ماسك لك لاسلكي شنو يعني؟ داير توريني انك عندك اتصال معاهم؟ تهبل يا اهبل. طيب الرساله بتاعتك شنو؟ بدا قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الامين. و يعني ما اعرف بسم الله الرحمن الرحيم دي قلتها كيف؟ وبعدين صلى على النبي. مصلي على النبي كيف يعني؟ انت الفكره في راسك انت اللي بتعمله ده شنو يعني؟ في اطار الدين لسه انت قاعد جوا الاسلام؟ قدرت توصل لنا رساله ماسكه اللاسلكي انك انت قائد ومتحرك وغايد. انت الغول المتحرك معاها دي الغايده. في مصيرك في النهايه حتقع في الكلباش انت يا عبد الرحيم. حمدتي حيموت وانت حتقع في الكلباش. الموضوع ده منتهي. الناس اللي في البيوت بالالاف قاعده على يقين انها مست بيوتها لانه الجيش حينتصر. الرياضيات انا ما بعرفها كويس، لكن بنسبه 128%، يعني اكثر من عدد السودانيين. حتى الاجانب 28% منهم كلهم حاضر. كل الاجانب 28% دول كلهم مؤمنين انه الجيش حينتصر. والناس الصابره في البيوت دي، والناس الصابره على الكهرباء الماف والعلاج الماف والادويه الماف واولاد اللي بيموتوا، الجيش حينتصر وانهم ما حيخلوا الخرطوم. والموضوع ده مساله ساعات. مؤمنين بالحاجه دي. الاحساس العام بتاع الناس اللي بيطلعوا الشارع في اختطاف بيتم. الدعم السريع بيعمل اختطاف ليه؟ عشان يكسر حاجز الامانه جوا نفوس الناس. واليقين ده في يقين، اليقين انه الجيش حينتصر والدعم السريع ما حيمرق منه زول، والكارثه دي حتنتهي، والاحزاب الخونه حينتهوا. يا احزاب انا اتحداكم، والان انا بتحداكم.
انا يا اخوانا داير الناس اللي في المناطق المطهره من الدنس بتاع الاحزاب والقحط والتنسيقيات والدعم السريع، وثقوا مع الناس في الشارع، ان شاء الله دقوا الابواب، اسالوا الزول ها كيف الدعم السريع، دايرين لايف مباشره، تحدى لايف يكون مباشره، تحدى ما تسجيل، عشان ما تقولوا قطعتوا الصوت وجبتوا ناسكم زي الكلب اللي حسي بيقول انه الجيش اتهزم في بحري ومش احتفل في الحماداب. احتفل في الحماداب، ما فيها دعم سريع، ما يحتفل، ها رايك شنو؟ لكن احنا من امبارح الجيش تحركاته بالمناسبه عامل لله تشفير ما واضحه. والله يا زول شفنا الليله الفيديوهات دقوا لك بالطيران يا معلم، ده ما شغل الجيش يا زول. نعم ده ما شغل الجيش، ده ما شغل الجيش. قول والله والله جد الجيش شغال حاجه تانية. الجيش شغال من امبارح. آه ناس بري الدرايس ربنا يغطي عليهم، ناس بري يغطي عليهم. من امس بالليل سامعين التدوين انتوا، واسلحه ثقيله الساعه 2 صباحا ما وقفت. الدعم السريع انت قاعد تتحاصر بالمناسبه، هو اللي بيعملوا فيه في بحر ده قالوا شنو؟ ها ايامكم قربت، ما كان في مدد قاطعين الكباري وماشيين ومرتاحين، وضربناكم في الاشاره مرتين وثلاثه وكذا، خش الاشاره دي تاني. فاضل لك كم كوبري انت اللي بتتقاطع بينها يا دعم سريع؟ انت ما فاهم الكماشه اللي انت فيها، لكن خطورتها ما جيش، ما الجيش اللي حيحسم الدعم السريع تاني بعيد لك، اللي بتغتصبوا فيهم انتوا والله العظيم حتخشوا مدرسه التاريخ براوي يكتب فيها 3 مجلدات بس الدعم السريع في بري، حتشوفوا في احياء كثيره امبارح التدوين شغال فيها من الساعه 2 صباحا من الشارع المدني ده بكل الاتجاهات، وحسي الضرب شغال، لكن ما في شبكه، ما في تواصل. في مشكله بتاعت الشبكه دارين نحلها هسي يا زين، يا شركه زين، يا الفاتح عروه. انت بتدي الناس دقائق مجانيه او جيجابات ميجابات مجاني، فبدي بيقروا بيها ما بيقدروا يشوفوا، فالناس ما فاهمه في شنو، بيقعدوا اسبوع ما عارفين في شنو، فعليا ما عارفين. في مشكله تواصل، حس القاعدين ده الجزء في السودان والجزء برا ما عارفين في شنو. يا المشكله انه في نت الان رجع الحمد لله، الشبكه بدات ترجع كويسه في كل الشبكات في كل الشركات. في مشكله رصيد ما بيتحولوا، ما لاقي انه الناس بتاع زين تحديدا الموضوع ده بيتحل كيف، دار مقترحات سريعه. الجيش تفتح محلات يوزعوا فيها رصيد، تاخذ رقم الناس تتصل بيه من برا، دار افكار. انا النت الشبكه رجعت لكن ما في رصيد الناس تشتغل، الناس دار تشوف الحاصل، تكون فكره، دارين نعمل ترابط، الناس دار تتحرك، دار تشوف الحته الامنه. ده شغل ده مهم جدا للجيش. واحد من الاعمال انك انت الشارع يكون فاهمك بتعمل في شنو، لانه هنا في ناس محبوسين اسبوع بيجي بيقول لنا الجيش قاعد يخصفكم، هو بيصدق الكلام ده. وهو بيصدق الكلام ده، مش بيصدقوا انك انت قاتل يا جيش، لا بيصدقوا بيحصل له احباط انه ما حيشوف لحظه النصر دي. احنا دايرين في ناس 3 4 5 يوم ما قاعدين ياكلوا والله. في ناس فتحوا الابار القديمه بتاعت البيوت والسبت تانك والابار بتاعت الصرف دي عشان يشربوا مويه، في ناس ما عارفه الحاجه دي. الناس دي بتعاني يا جيش عشان هم مؤمنين ويقين انك حتنتصر. صمود زي ده بالمناسبه ما حيروح سي، الصمود ده ما حيروح سي، والنتيجه حقته ما حتكون مريم ولا خالد السلق ولا اطاري ولا حميدتي تاني. الناس تفهم الحاجه دي. الجيش شغال وبخطه كويسه وواضحه وبديتوا تشوفوها، والناس بس دايره اي حاجه يشوفوها جيش، طوالي بيجروا تهليل وتكبير واحضان وغنى معاه، لانها دي معركه فناء الشر. هو اسي كان بيتطاول علينا خالد السلك وبقول يا اطاري يا حرب ليه؟ لانه عارف انه الدعم السريع وراه، ولما نشيل الدعم السريع خالد السلك بيمشي وين؟ الاحزاب بدات تصحى يا حريه وتغيير. الحزب بتاع الامه مطلع بيان خطير جدا. اسيا مريم ممكن تنفيه طبعا، انا ما عارفك انت زول ضرانيه، انا عارفك بتحب الضر. اسي ده قبل شويه بيان ظريف لطيف، حزب الأمة. معايا انت يا استاذة مريم، واتمنى انه الموضوع ده يتنقل لكل الاحزاب. مذكرة تصحيحية من كوادر حزب الأمة القومي تمهل قيادة الحزب 72 ساعة
إذا لم يعلن موقف واضح تجاه الميليشيا سوف يتم نشر المذكرة للرأي العام. بهمني فيها شنو يا حركة تصحيحية؟ قال لك حيث تضمنت المذكرة الاعتراف بالجيش مؤسسة رسمية للدولة، وأن الدعوة لإصلاحه هي لتقويته لا لتغويضه وهزيمته. مذكرة في حزب الأمة الآن يا مريم. خليكي قاعدة في مصر أو أرجين، خلي عبد الرحمن لابس كاك القوات المسلحة ترقيات استثنائية من ملازم لحد لواء، إضافة لها وظيفة دستورية مستشار في مكتب رئيس الجمهورية، وما تحاسب وما تحاكم مع النظام السابق يقول لك انت كوز. لكن لا، ده قدامه ما بجيبوا سيرته.